وإذا كنتم تريدون فهم حقيقة الرجل فمن المفيد أن تقوم المرأة أو مجموعة مكونة من الفتيات الثوريات بشكل خاص بنشاطها في المراقبة والتحليل لأجل استيعاب ماهيته، وهناك أسباب كثيرة تدعو إلى ذلك. وبالتالي الخطوة الأهم في طريق النجاح هي الاستمرار بالتدريب. الوضع التنظيمي: تم خلال عام 2022 افتتاح 7 دورات خاصة بالمرأة في أكاديمية الشهيدة زينان حلب، حيث بلغ العدد الكلي للرفيقات المنضمات للتدريب 315 رفيقة. تم إعطاء 345 محاضرة و256 درس من قبل إدارة الأكاديمية، وقام حيث مجلس التدريب المرأة الذي يتألف من 45 رفيقة بإعطاء دروس ومحاضرات في مختلف الأكاديميات، حيث بلغ عددها 344 محاضرة و62 درس، ليكون المجموع الكلي للمحاضرات 689 محاضرة و318 درس. من الإدارة المدنية هذا الاجتماع. طبعا رفيقات، نحن في موضوع يعني صراحة كان تدريب بعام 2022 يعني كان في تطوير على كافة الأصعدة وخاصة الرفيقات بشكل عام الأكاديميات. يعني أنا من تم تأسيس مجلس التدريب صار بتطوير بالتدريب. أولاً العمل على تمكين المرأة فكرياً. ثانياً تكثيف الجهود الدورات للاستمرار على نشر الفكر